السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة ودايما ان شاء الله بخير. النهارده الحقيقة هنكلم حضراتكم عن حاجة مهمة جدا، وهو ازاي تقدر تحمي نفسك من الغش. على قد ما طبعا دلوقتي للأسف منتجات طبعا ينسن لشهرتها العالية جدا قد تتقلد في أي وقت، أو إن الغش دلوقتي طبعا انتشر عامة جدا. عشان شهرة شركة يانسن بيحاول الكثير من الشركات أو الكثير من البياعين إن هم يعني يلصقوا نفسهم أو يدعوا إن هم شركة يانسن، هم ليس لهم أي علاقة بشركة يانسن كبعض الشركات اللي بيتشابه اسمها أو المقلدة طبعا. هنا وظيفتنا إن إحنا مش نقول لحضرتك إيه اللي مغشوش وإيه اللي مش اللي مغشوش. إحنا وظيفتنا النهاردة إن إحنا نوري حضراتكم المنتجات الأصلية إزاي تتعرف عليها، وفي نفس الوقت إزاي تحمي حضرتك تحمي نفسك من الغش. طيب، أول حاجة هتعملها حضرتك هتبحث عن المنتج المطلوب شراؤه من شركة يانسن. إن كل ما على حضرتك فعله إنك حضرتك هتخش على قناتنا على اليوتيوب، وتخش اللي هي توكيل مراتب يانسن بدمياط، وهتبحث فيها عن إزاي تتعرف على مراتب يانسن أو انجلندر موديل الفلاني اللي حضرتك عايز اسمه من الشركة. احنا عاملين سلسلة فيديوهات كاملة تقريبا، يعني معظم الموديلات هتلاقيها بالتفصيل: شكل المرتبة الخارجي، شكل القماشة والرسمة القماشة الخارجية ولونها، وشكل اللوجو الأصلي. حضرتك اتعرف عليه كويس جدا وحاول تصوره واحفظه عشان تبقى عارف شكل المرتبة الأصلية بيبقى شكلها عامل ايه. تاني حاجة، هل أروح للمكان على طول؟ لا، لسه في خطوة تانية. الخطوة التانية المهمة إن حضرتك تقدر الأول لازم تتأكد من المكان اللي حضرتك رايحه. يعني مش هروح الأول أي محل كده وخلاص أقول أنا عايز مراتب يانسن، لازم تتأكد إن ده وكيل معتمد. وكيل معتمد يعني بيمثل المصنع في كل شيء. حضرتك بتكلم الخط الساخن اللي هو 16864، وبتقول له والله أنا في المكان الفلاني، مثلا زي عندنا في محافظة دمياط، يا ترى لو سمحت المكان الفلاني اللي اسمه كذا، اللي في حالتنا مثلا ابو فادي مجدي كراويه، وكيل معتمد ولا لا؟ يقول لحضرتك ايوه فعلا، احنا هنا في دمياط الحاج مجدي كراويه وكيل دمياط المعتمد. لو حضرتك في مكان تاني وسالت على واحد تاني، هيقول لك لا احذر ما تشتريش من الراجل ده، مثلا الراجل ده مش كويس، روح للحاج مجدي كراويه، الحاج مجدي كراويه هو الوكيل المعتمد، وهكذا. فحضرتك الاول اسال على المكان اللي حضرتك فيه هل ده وكيل ولا لا. لان لو حضرتك اشتريت في ناس كتيره ممكن تجيب شركه يانسن بطرق غير شرعيه. يعني يروح لواحد مثلا يجيب منه مرتبه، كل غرضه ما عندوش مراتب، هو كل غرضه ان هو مثلا يفتح جنب واحد بيبيع يانسن ويحاول يضربه ويبيع على حسه مراتب تانية من اللي عنده، وهكذا. وبالتالي احذر جدا، لان كمان عشان تبقى كل حاجه مظبوطه، حضرتك لو ماهوش وكيل لا قدر الله حضرتك اخد ضمان منه، حصل للمرتبه حاجه، حضرتك هترجعها له، هو هيرجعها على المصنع على اي اساس؟ على انه هو مين؟ مش لازم الوكيل هو اللي يرجع المرتبه للمصنع لا قدر الله حصل لها اي حاجه، والحمد لله والشكر لله ده نادر الحدوث. لكن احذر تمام الحذر من الحكايه دي. تاكدت ان الراجل خلاص هو مظبوط وكله تمام، خلاص انا اخترت الموديل اللي انا عايزه. لو قلت له لو سمحت عايز الموديل الفلاني، قال لك سعره، حضرتك شفت الفيديو اللي خلاص وعرفت شكل المرتبه الاصليه، هتقارنه بالظبط بالارض الواقع، هل هو زي الفيديو اللي حضرتك شايفه ولا لا. لمجرد حضرتك هتشوف الفيديو تتاكد ان المرتبه الاصليه، خلاص انت اتاكدت ان هي دي المرتبه الاصليه. الخطوه اللي بعد كده طبعا هتاخد الفاتوره. الفاتوره مهمه جدا عشان تضمن حقك وتضمن تاريخ سريان يعني عشان تبقى عارف انت اشتريت المرتبه امتى، عشان تقدر تتعامل بعد كده حقك، يعني تبقى ضامن حقك. الحاجه الاخيره معانا هو استلام المرتبه على مراجعه تانية اخيره. عند ما تيجي تستلم انت خلاص الاوردر الشحن لحضرتك، حضرتك هتعاين المرتبه تماما وتتاكد ان ما حصلهاش اي حاجه، وان المنتج اللي انت شاريه هو اللي انت استلمته. كده يبقى انت تمام، استلمت المرتبه تماما، وعملت خطوات مهمه عشان تقدر تحمي نفسك من الغش. وممكن كمان بمنتهى السهوله حضرتك تكلمنا، واحنا لينا الشرف طبعا ان حضرتك تتواصل معنا لارقامنا عن المبيعات والاستفسارات. حضرتك ممكن تقدر تتعامل معانا، وهنا تبقى ضامن 100% ان شاء الله ان احنا وكيل معتمد، وان احنا بندي لحضرتك منتج المصنع الاصلي. شكرا لحضراتكم، يا رب تكونوا استفدتم، نراكم قريبا، سلام عليكم.
ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب والفيسبوك. على اليوتيوب توكيل مراتب ينسم بدمياط، وعلى الفيسبوك توكيل مراتب ينسم دمياط. شكرا لحضراتكم، سلام عليكم.